كان الإعلان عن الإضراب بناء على قرار من لجنة الحريات، طبعا مع التنسيق مع رئيس لجنة المتابعة الأستاذ محمد بركي. بدأ الإضراب مباشرة بعد أن سمعنا عن القرار سيء الصيت الذي أعلنته المحكمة العليا البارحة، والذي وجدنا فيه دعوة لتنفيذ حكم إعدام ميداني بطيء في حق الأسير محمد القيك. لذلك بدأ الإضراب مفتوحا عن الطعام منذ ليلة البارحة، لا زلنا مستمرين. ناشدنا من خلال أكثر من وسيلة إعلام جماهيرنا في الداخل الفلسطيني أن ينضموا إلى هذا الإضراب. البارحة في ساعات الليل كان هناك قرابة 100 ما بين مضرب عن الطعام ما بين متضامن مع الأسير، إلا أن الجميع تعرض إلى قمع سيء جدا من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. مع ذلك بقينا في المستشفى، أمضينا الليلة الأولى التي مضت علينا في المستشفى. نحن نواصل إضرابنا عن الطعام حتى هذه اللحظات، وأؤكد سلفا نحن نطمع أن نعود بالأسير محمد القيك بطلا رمزا شامخا حيا إلى مدينته بورة في الخليل. هكذا نريده بطلا حيا إن شاء الله تعالى، وهذا ما نطمح أن نحققه خلال هذه الساعات المصيرية القادمة.